والي كما يحضر إلى جانبه السيد المدير العام للسكن موفد وزارة السكن والعمران السيد مرجاني محمد. سيدي، هل من جديد حول عملية التكفل بالمتضررين وعملية رفع الركام بعين المكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الجديد نذكر بأنه منذ النداء الأول الذي أطلقه المواطنون المعنيون بالعمارة المنهارة تنقل فريق من التقنيين والخبراء تابعين للقطاع رفقة السلطات المحلية، حيث قاموا بتشخيص أولي وتأكدوا بأن العمارة بالفعل هي مهددة للانهيار، وأخذ القرار الصائب وهو ترحيل العائلات وتفاديا للخسائر البشرية. السيد الوزير تابع الحدث منذ البارحة وعقد جلسة عمل في ساعات متأخرة من ليلة الأمس، وأمرنا بالنزول إلى الميدان مع صحبة فريق آخر من الجزائر العاصمة من أجل تشخيص المدقق وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار. نذكر أن المعطيات الأولى تشير بأن بعض الكوميرسون، بعض التجار الذين يشغلون الطابق السفلي قاموا بتغييرات على الهيكل وهي سبب الانهيارات المسجلة. كما أمر السيد الوزير توسعة هذه الخبرة للعمارات المجاورة وللحي ككل من أجل التأكد من سلامتها. العملية جارية ونطمئن مواطنينا لباقي العمارات بأننا هنا إلى غاية النتائج الأخيرة للخبرة. المؤشرات تدل على أن عماراتنا المتبقية هي مستقرة ولا داعي للفزع والخوف. شكرا لك سيدي، كانت هذه آخر المستجدات ونوافيكم بكل صغيرة وكبيرة في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. أعيد إليكم الخط زميلتي ماجدة، وإلى اللقاء.